من قرية داخل مركز قطور بمحافظة الغربية كانت النشأة، ثم الانتقال إلى قرية مجاورة هي قرية أبشواي، ثم الالتحاق بكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم التعيين معيدا في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ثم سفريات متعددة لنيجيريا والصين والحصول على الدكتوراه من ألمانيا. رحلة سيرة ومسيرة الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه وكل مصر الله عليه وكل مصر الله عليه. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، ولقاء يتجدد مع حضراتكم ولاد البلد على الفضائية المصرية. ضيف هذا اللقاء أعزائي المشاهدين هو الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور عطية، وسعداء بوجودك معنا على القناة الفضائية المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. لما بقول عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بتكلم على يعني بيت خبرة كبير للدولة المصرية في الشؤون الإفريقية. هذا المعهد الذي أصبح كلية له تاريخ عريق في توثيق العلاقات المصرية الإفريقية. نعم. فيعني أبدأ مع حضرتك من وجهة نظرك في خلال السنوات الماضية بعد تولي فخامة الرئيس السيسي مسؤولية الحكم، تم توثيق ويمكن يعني عمل علاقات وزيارات هامة جدا للدول الإفريقية. أهمية العلاقات المصرية الإفريقية دكتور. علاقة مصر بالقارة الإفريقية، أولا كلية الدراسات الإفريقية العليا كلية عمرها حوالي 67 سنة. احتفلنا باليوبيل الماسي 77 سنة. احتفلنا باليوبيل الماسي من سنتين، وانشأت سنة 47 تحت مسمى مركز الدراسات السودانية، ثم معهد الدراسات الأفريقية، ثم معهد البحوث والدراسات الأفريقية، ثم كلية الدراسات الأفريقية العليا قبل اعتلاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي. الحقيقة الكلية بمراحلها المختلفة ومنذ إنشائها هي في خدمة الدولة المصرية في الفضاء الإفريقي، أو نقدر نقول بتتبنى وجهة النظر المصرية على الساحة الإفريقية في كافة المجالات، وأيضا هي عامل جذب ومكان لتنشئة بعض الرسل اللي بيتخرجوا من الكلية أو كان من المعهد وينتشروا في القارة الإفريقية كسفراء لينا. صحيح. أو كقوى ناعمة منتشرين في القارة الإفريقية. أما العلاقات المصرية الإفريقية كان لها الحقيقة علاقات تمتد لجذور التاريخ وليس للتاريخ الحديث أو المعاصر أو حتى التاريخ الوسيط. يعني منذ الفراعنة هناك علاقات مصرية أفريقية، ولكن في عصرنا الحديث والمعاصر شهدت العلاقات المصرية الأفريقية قمتين. أولهما كانت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر لما كان يعني بيترأس أو مع الزعماء الأفارقة، أو نقدر نقول الآباء المؤسسين بعد فترة الاستعمار والاستقلال، وكان بيقود حركة الاستقلال في القارة. كل حركات التحرر يا دكتور كانت الدولة المصرية بتساعد. ساعدت الدولة المصرية بقيادة زعيم عبد الناصر معظم حركات التحرر، وكان لها دور كبير جدا 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 في جلاء الاستعمار البغيض عن القارة الإفريقية. كمان أنشأ مكاتب لإنشار مكاتب ثقافية مصرية في بعض الدول الإفريقية لنشر الثقافة. أرسل بعثات من الأزهر والكنيسة المصرية للدول الإفريقية، فكانت المساعدة على أشدها. فترة العلاقة وضعفت بعض الشيء لانشغال مصر في أمور الحروب والتنمية وما إلى ذلك، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة، وكان عنده إدراك ووعي كامل بأهمية القارة الإفريقية، فأعاد الروح مرة أخرى للعلاقات الإفريقية. وأعني بعودة الروح
أعني الكلمة، أعاد فعلا الروح للعلاقات بعد أن فترة وضعفت. عادت العلاقات المصرية الإفريقية لعظمتها مرة أخرى، وأصبحت مصر حديث العالم الإفريقي، كل الدول الإفريقية في جميع المجالات. قامت الدولة المصرية بمساعدة القارة الإفريقية صحيا وثقافيا واقتصاديا. يعني اتفاقية التجارة الحرة ما كانت لولا دفع الرئيس السيسي لها. فترة ترأس فخامة الرئيس الاتحاد الافريقي كان له بصمه وطفره، فتره ثريه ثريه جدا جدا لم تشهدها القاره الافريقيه من قبل. يعني خلال سنه عمل حاجات كتير جدا الوقت لا يتسع لذكرها، ربما لوقت اخر. انما شهدت العلاقات الحقيقه طفره، وهذا لاهميه الدوله القاره الافريقيه لمصر. افريقيا فيها 54 صوت في كقوى سياسيه كبيره داخل الامم المتحده. افريقيا فيها كل الثروات وكل المواد الخام وكل مقومات التنميه الشامله. يعني بما تعنيه التنميه من احتياجات سواء ماده خام او يد عامله او حتى راس مال. فيها حاجات كتير جدا. زي ما بنقول دكتور عطيه ان زي ما افريقيا مهمه لمصر، مصر طبعا مهمه جدا للقاره الافريقيه. خليني اقول لك قلب وجسد، والاثنين لا يستغنيان عن بعض. والحقيقه مصر انا بشبهها كقرص الشمس عندما يسطع صباحا يشرق على القاره الافريقيه بكل ما تحمله الكلمه معه. جميل هذا التعبير يا دكتور عطيه، فعلا قرص الشمس. وفعلا كل الأحداث اللي بتجري وكل التحديات الإقليمية والدولية بتؤكد أهمية مصر لأفريقيا وأهمية أفريقيا لمصر. اسمح لها نطلع لتقرير أعزائي المشاهدين، نطلع نسأل ولاد بلدنا الطيبين من وجهة نظركم أهمية العلاقات المصرية الإفريقية، ونرجع تاني نكمل مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. مثل علاقاتنا بين مصر وافريقيا يا فندم هي علاقات استراتيجيه وتبادل علاقات اقتصاديه. مصر بوابه افريقيا، تعتبر بوابه افريقيا واسيا يعني، فهي حضرتك المفروض تستثمر في افريقيا. طبعا علاقات مصر وافريقيا طبعا علاقات مهمه جدا بالنسبه للاقتصاد والتنميه والسياحه، وطبعا احنا طبعا بربطنا مع بعض يعني نهر النيل. طبعا اكيد علاقات مهمه جدا المفروض اقتصاديا وسياسيا، لأن مصر بلد كبيرة وإفريقيا قارة كبيرة مش قليلة ولا صغيرة. أهمية مفيدة إن هي بتساعد إن إحنا بنبقى صحاب الكلمة، وإن إحنا بنبقى على أرض صلبة. طبعا العلاقات بين مصر وأفريقيا مطلوبة بحيث تبادل الصناعة والتجارة والزراعة والاقتصاد بين البلدين، من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية. وطبعا العلاقات كل ما تقوى كل ما الدول تترابط فيما بينها. أفريقيا أرض الخير، أولادنا لسه بخير، ملناش غير حضنك شمسك حبك لينا كبير. أهلا بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومع رحلة الدكتور عطية الطنطاوي العلمية والمهنية والإنسانية نتحدث. دكتور عطية، نبدأ من النشأة في قرية تابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية. كيف كان تأثير النشأة في تكوين شخصية الدكتور عطية الطنطاوي؟ كمعظم المصريين الحقيقة اللي تعلمهم من جيلي، كانت تنشأة في قرية تسمى قرية سجين الكوم، دي تابعة لمركز قطور محافظة الغربية، ودي أكبر قرية تقريبا سكانا في المركز، والحقيقة أكبر قرية بها عدد من حفظة القرآن. وكانوا أهلنا بيهتموا جدا جدا قبل التعليم بالكتاب، والتنشئة تيجي من الكتاب والتعليم. الأول تحفظ القرآن وبعدين ندور على موضوع المدرسة. فكان الحقيقة حفظ القرآن والكتاب أساس في كل بيت في داخل هذه القرية. يعني يكفي إن أدللك وإحنا رايحين الكلية كده تلاقي زمايلي رايحين الأزهر زي النجوم اللي بتتلألأ بالعمة بتاعتهم، شيء مفرح. أفواج متحركة. فكانوا بيهتموا الحقيقة بتعليم الكتاب الأول. تعلمنا في كتاب الشيخ فتوح كان رحمة الله عليه، تعلمنا بداية القراءة والكتابة والحساب لحد الاسم المطولة كنا بنتعلم في الكتاب. وبعدين نخش المدرسة الابتدائية، بعد كده بنكون فايقين عارفين
الابجديات والحروف صحيح. الهجائيه، بنعرف نقرا ونكتب. هو بيؤسس للغه العربيه تمام. السليمه. بيخلي فيه فصاحه حتى في صحيح. التفرقه بين الحروف، وفصاحه دايما القروي اللي اتربى في الكتابه، وحتى ابن المدينه اللي اتعلم في الكتابه على يد شيخ هتلاقي عنده الحروف واضحه جدا، الظه والدال وما الى ذلك. فدي الحقيقه قوتنا برضو من جانب اللغه العربيه. صحيح. ثم بعد كده كنا اتربينا في القريه في مدرسه كانوا بيسموها الكوبانيه او المدرسه المشتركه. كان في نوعين الحقيقه من المدارس الابتدائيه، والمدرسه الثانيه المؤسسه اللي عملها عبد الناصر بعد الثوره. انما انا كنت في المدرسه المشتركه. وبعدين كان اول تفوق ليا في ابتدائي، كنت جايب مجموع. وبعدين كانوا بيكرموا الاوائل في المجلس المحلي، والمجلس المحلي كان في قريه جنبنا، احنا تابعين مجلس محلي قريه اسمها بشواي جنبنا. فابويا راجع من الصلاه فقال لي ايه، حد بلغه او يعني ابنك هيكرم وبتاع، يعني مش عايز اقول لسيادتك شيء اضفى على الاسره سعاده ما بعدها سعاده. كانت اول ليها احتياج مع التفوق يعني. بعد كده استمرت الرحله بقى. استمرت بعد كده الرحله. دخلت المدرسه الاعدادي في البلد، ما كانش فيه ثانوي في قريتنا. رحت القريه اللي جنبنا قريه بشاي، كان اول نقله ليا من القريه للقريه المجاوره. بعد الثانويه العامه انتقلت العمليه التعليميه لمدينه طنطا، وكانت الصدمه بين القريه والمدينه، يعني لحد 17-18 سنه ما ليش علاقه بالمدينه نهائي. ممكن اسافر مع والدي او والدتي، نتفسح مره، نروح مش عارف ايه، انما انك تتعلم بقى في المدينه وتتعلم على طباع اهل في جامعه طنطا يا دكتور. في جامعه طنطا كليه الاداب. كليه الاداب. والغريب ان انا اول ما جالي التنسيق دخلت قسم فرنساوي، كان التنسيق موديني جامعه الزقازيق، وعلشان الطريق طويل والمسافه والمواصلات رجعت طنطا، قالوا لي ما قدامكش الا 3 اقسام، جغرافيا وتاريخ ولغه عربيه. المهم دخلت اقرب شيء للرياضيات الجغرافيا، وهو الحقيقه علم شيق جدا. تفوقنا بقى في الكليه. بدات الرحله مع قسم جغرافيا في اداب طنطا، طلعت اول دفعتي في الليسانس. بعد كده عينت معيد في معهد البحوث والدراسات الافريقيه في جامعه القاهره باعلان. وبدات رحله الدراسات العليا بعد بدات المسيره العلميه. حصلت على الليسانس جيد جدا في اداب طنطا، وبدات المسيره العلميه. طبعا ده كل ده لولا طبعا الاسره اللي وفرت لي كل شيء. المهم اتعينت معيد في معهد البحوث والدراسات الافريقيه، وحصلت على ماجستير في موارد المياه في ليبيا، كان عنوان الرساله. ورحت ليبيا عملت دراسه ميدانيه لمده 2 شهر، وجيت ناقشت الماجستير. وبعدين ابتعثت لألمانيا لمدة 4 سنوات للحصول على درجة دكتوراه في التغيرات المناخية. إذا الدكتوراه من ألمانيا. فإذا بقى هنقول إيه بقى، قرية طنطا، وبعدين القاهرة، وبعدين إيه ألمانيا كمبعوث. بعث على الحقيقة بعث من الحكومة المصرية. أعتقد يا دكتور فترة ألمانيا دي بالذات فترة ثرية. كانت فترة ثرية جدا فيها كلام وخبرات كتيرة. أضافت الكثير والكثير والكثير الحقيقة. كنت قلت لي قبل كده حضرتك تأثرت بأستاذك تأثرا كبيرا. من أكبر اللي تأثرت بيهم علميا أستاذي كان اسمه منفرد دمرس، وكان بيعاملني كابن مش كطالب عنده. كان دايما يعرفني بزملائي هناك، يقول لهم ده زميلي فلان الفلاني جاي من جامعة القاهرة. لأن بصراحة برضو بأمانة مش مني أنا ابن جامعة القاهرة أو أنتمي لجامعة القاهرة. جامعة القاهرة حاجة كبيرة جدا بره بالمناسبة، سواء في ألمانيا أو في أي دولة أخرى. بس أكيد يا دكتور كان في حنين للوطن، لمصر، إنك ترجع مصر تاني وأنت حاصل على الدكتوراه. أنا هقول لسيادتك الغريب كانوا زملائي في الوقت ده بيطلبوا مد 1 و2 يعني أوروبا وبتاع. أنا جايز من الناس القليلين اللي رجعوا بعد ما كملتش ال4 سنين، خدت 3 سنين ونص، والبعثات ادتني مكافأة كبيرة جدا وقتها حوالي 18,000 جنيه. كنت مستعجل ترجع مصر تاني؟ كنت مستعجل، لا عايز يعني عاوز ارجع لبلدي، الكادر بتاعي. لا، وانا من النوع اللي ايه زي السمك ما اقدرش استغنى عن مصر. يعني الريحة نفسها، ريحة البلد، الله، ريحة التربة المصرية والترعة والشجار. يعني واحد اتربى، انا ما اقدرش اعيش بعيد، حتى اقصى غربة سنة وارجع على طول. يعني البيئة المصرية، وهاخد من تعبيرات حضرتك واقول ريحة مصر وشوارع مصر والحنين إلى مصر ما نقدرش نستغنى عنه. هنطلع لفاصل يا دكتور عطية في حب مصر، ونرجع تاني نكمل حديثنا.
مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها. شايلة في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. أعزائي المشاهدين، ومع سيرة ومسيرة الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة نكمل الحديث. الرحلة لسه مستمرة، احنا قلنا من قطور من قرية سجين الكبرى لقرية إبشواي، اللي بعد كده النقلة لطنطا، ثم القاهرة جامعة القاهرة في ألمانيا. لكن الرحلة لسه فيها تكملة، لسه فيها بعد طبعاً. ألمانيا. المهم لما خلصت الدكتوراه بتاعتي وجيت امتحن، كنت كاتب رسالة باللغة الإنجليزية علشان الناس يقروها، وكان الأستاذ يقول لك نخاطب الناس بالإنجليزي، إنما لازم تمتحن باللغة الألمانية. فكنت أقول له كتير للتين، يقول لي لا، عشان نوري للناس قدراتك، أنت ابن جامعة القاهرة جاي تتعلم في ألمانيا، لازم تكون عارف لغة ألمانية كويس ولغة إنجليزية كويس. انتهت رحلة ألمانيا ورجعت الحمد لله بالسلامة. خدمت في جامعة القاهرة 3 سنوات كمدرس، ثم أعرت لجامعة اسمها جامعة عمار موسى رضوى في شمال نيجيريا، في ولاية اسمها ولاية كاتسينا. وأنا كنت رايح الحقيقة مدرس، اترقيت أستاذ مساعد وأنا هناك، وبعدين عينت رئيسا للقسم، ثم وكيلا للكلية، ثم قام بعمل عميد. ده في نيجيريا؟ وقعدت الرحلة في نيجيريا 5 سنوات. عشت في قلب القارة الإفريقية. أنا متخصص في نيجيريا كمان يا دكتور من أكبر الدول الإفريقية، خاصة طبعا في غرب إفريقيا، من الدول الهامة جدا. أنا طول عمري أو من ساعة ما اتخرجت، أنا خريج 88 بالمناسبة الليسانس بتاعي، وأنا شغال على إفريقيا. بنقرا عن إفريقيا وبنترجم عن إفريقيا، إنما ما عشتش إفريقيا. كان ليا فرصة جميلة جدا إن أنا نعيش العالم الافريقي. صحيح، معايشه احتك بالافارقه واشوف القبائل وعايشين ازاي وعاداتهم وتقاليدهم. بالاضافه الى ذلك زودت بقى اللغه الانجليزيه، لان التعليم الرسمي في نيجيريا باللغه الانجليزيه، فادتني برضو يعني دفعه ثانيه تجاه اللغه. انتهت رحله نيجيريا، عدت تاني لجامعه القاهره، حصلت على الاستاذيه بعدها بسنتين. الحقيقه جات لي فرصه يعني تتوج النقلات دي كلها، ان انا اكون استاذ زائر في اكاديميه الصين للعلوم لمده عام على مشروع مشترك. الصين للعلوم، اكاديميه الصين للعلوم في معهد الجغرافيا والبيولوجي، ودي كانت في مدينه اورمشي في شمال غرب الصين. وكان لي بارتنر صيني الحقيقه، استاذ صديق ليا، كنا عاملين مشروع عن التغيرات المناخيه وتأثيرها على التنوع الإحيائي، وعملنا دراسة مقارنة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وكانت الحقيقة سنة من أمتع السنوات اللي عشتها، لأن أنا شفت أكثر يعني تقريبا قارات العالم القديم، سواء أفريقيا صحيح أو دي آسيا، وكانت حضارة الصين، وشفت حضارة الصين وقد إيه الصين بتنمو، وقد إيه الصين منضبطين في العمل، وقد ايه الصين بيعملوا بجد وجديه. كمان شفت الافارقه قد ايه طبعا طالعين برضو في يم التعليم وكده. كل ده الحقيقه ما كنتش اغيب، اكتر حاجه بتاع مصر 6 شهور وارجع، يعني جميل. كل 6 شهور اعود تاني اشوف ولادي وارجع. الصين والقاهره، الصين والقاهره. طب بعد كده يا دكتور كان في بعد ما رجعت بقى من الصين، رجعت يوم 1 يونيو 2018. استلمت، طلع لي قرار وكيل السيد رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور محمد عثمان خشت، كلفني اني اكون وكيل المعهد من 10/6 تقريبا 2018.
والنهارده لحد دلوقتي بقى موجود في الإدارة، سواء كنت وكيل ثم تعينت بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير العام الماضي. اعتقد دكتور عطية الوصول لمنصب العميد في اعرق معهد علمي، معهد تعليمي للدراسات الافريقيه، هو من ارقى فعلا المدارس التعليميه مش في مصر فقط ولكن في افريقيا كلها. اعتقد شيء جميل جدا ومرضي للنفس ان تكون عميدا للكليه التي بدات فيها معيدا. الحقيقه ده شيء بيخلي الواحد عنده نهم كمان، وعنده حب الاطلاع وحب افريقيا والافارقه يعني تحس انك مش غريب. انا افريقي وكلنا افارقه صحيح مصريين. بحب كل ما هو افريقي الحقيقه. الطلبه الافارقه عاملين لهم الحقيقه السيد رئيس الجامعه لم يبخل على هذه الكليه بشيء. الحقيقه اسسنا مكتب اسمه مكتب شؤون رعايه طلاب الافارقه في الكليه، بنراعي كل طلاب افارقه جامعه القاهره. صحيح. كمان بنعمل ندوات ومؤتمرات ورش عمل كلها تخدم صالح القاره الافريقيه. لكن اداره هذا المعهد التعليمي اللي انت حضرتك بدات فيه معيد اعتقد محتاجه برضو سمات خاصه. كيف تدير؟ انا حلقه في سلسله كبيره من فطاح العلماء اللي تقلدوا منصب العميد او رؤساء الاقسام داخل هذه، زي ما سيادتك قلت، هذه المؤسسه العلميه الحقيقه الفريده والمتفرده ملهاش شبيه لا في افريقيا ولا في الشرق الاوسط. صحيح. انه معهد قائم او كليه قائمه على الدراسات الافريقيه فقط في جميع التخصصات اللي تتخيلها، سواء طب سواء هندسه سواء اقتصاد سواء سياسه. احنا عندنا 6 اقسام رئيسه. الاداره تتطلب ايه يا دكتور؟ الاداره تتطلب الحزم مع الانسانيه، الصبر والانسانيه والحزم والحب. طبعا الحب قبل كل شيء. ان تسود روح الموده والوئام بين الناس. تمام. مش فرق تسد. الحاجه الثانيه المرونه والرحمه مطلوبه. صحيح. بالاضافه الى الحزم وقت اللزوم يعني. تمام. انما الحمد لله والشكر لله انا شايف ان هي كانت الرحله يعني طلعت من البيت ورجعت البيت تاني. صحيح. والحمد لله. الاداره بالحب مع الحزم والصبر، ده كان كلام الدكتور عطيه. اسمح لي هنطلع لتقرير وهاخد من كلام الدكتور عطيه الطنطاوي ورحلته التي تخللتها سفريات لقارات مختلفة، ونسأل ولاد بلدنا الطيبين في الشارع المصري عن أهمية الاطلاع على الثقافات المختلفة بين الشعوب، ونرجع نكمل حديثنا مرة تانية. طبعا الاطلاع على الثقافات الاخرى دي حاجه مهمه جدا في الحياه دلوقتي، خاصه ان التطور اللي حاصل حوالينا حول العالم، فكل بنطلع عن طريق الثقافات الاخرى هنقدر يبقى فيه رقي وتقدم. اكيد الثقافات الاخرى مفيده جدا، ان احنا نقدر نعرف ثقافات البلاد الاخرى، نقدر نستفيد من اللي يفيدنا. انا لازم اطلع على ثقافات اخرى عشان اعرف انا بس ماشي صح ولا ماشي غلط. ممكن يكون اخد اللي يناسبني بره واسيب اللي ما يناسبنيش. حتى العدو لازم نعرف ثقافته ايه وهو بيفكر لايه وبيعمل ايه، فلازم نطلع على كل الثقافات في العالم. لازم طبعا نطلع على الثقافات الاخرى عشان البيئه والتعليم والكلام دي بتختلف من بلد لبلد، واحنا من الاهميه بتاعتنا بنطلع على الثقافات الاخرى حتى ايه نعمل تكاتف مع بعضينا، بس الثقافات المقاربه لينا. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، والجزء الاخير من لقائنا مع الاستاذ الدكتور عطيه الطنطاوي، استاذ الجغرافيا وعميد كليه الدراسات الافريقيه العليا بجامعه القاهره. دكتور عطيه، بجدد الترحيب بحضرتك مره ثانيه. اهلا وسهلا. بقول ان في حياه كل منا شخصيات بتكون شخصيات ملهمه مؤثره في مسيرته، سواء في تكوينه الشخصي او في مسيرته الاكاديميه والمهنيه. لو ان اهم الاشخاص المؤثرين في حياتك وتركوا بصمه في حياه الدكتور عطيه. بتيجي في المقام الاول امي رحمها الله، عليها رحمه الله. لولاها ما كنت قاعد قدامك دلوقتي. هي الحقيقه الام هي العطاء بلا حدود، وهي الحقيقه دايما هي كانت الحزم والطيبه والحنيه، وفي نفس الوقت لازم التعليم والسعي. جايز ربما الاب كان احن، يعني رحمها الله
بتيجي في المقام الأول تأثيرا في شخصيتي أنا كشخص قاعد قدام سيادتك يعني. ورضاء الأم هو اللي بيوصل لأعلى المراتب سواء في الدنيا أو في الآخرة. الشخص الثاني الحقيقة له تأثير كبير في حياتي جدا بعد والدي، أخويا الكبير. أخويا الكبير ده شيخ مدرس قرآن في الأزهر، هو اسمه الشيخ محمد ربنا يديله الصحة والعافية. ده كان يعني بيقتطع من جايز بيطلع من بقه ويأكلنا. ده كان أهم شيء في حياتي ويشوفني حاجة كويسة. اسمح لي قبل ما نكمل بقى الشخصيات الملهمة، ان وانا حاسس بتأثرك وانت تتحدث عن الشيخ محمدي. نعم. ان تسمح لي ان نوجه تحية خاصة لفضيلة الشيخ محمدي الطنطاوي الأخ الأكبر للدكتور عطية. تحية خاصة مننا الله جميعا يبارك في حضرتك. لإثاره ده صحيح. يعني لإخواته طبعا، وأنه خصك بالرعاية الكاملة على نفسه. طبعا. الشخصية اللي بعد كده كان لها دور في حياتي زوجتي الحقيقة، صبرت كتير جدا معايا. بدأناها مع بعض وعشناها، كلنا الكويس وكلنا القليل وكلنا الكتير، وسافرت لم تئن ولم تضن. انت عارف يا دكتور خالد، رحلة البحث العلمي رحلة شاقة جدا طبعا. لازم توفر، بالعكس ممكن السعادة تغيب بعض الأحيان لانشغال الواحد في أبحاثه والترقية، والماجستير يخلص، الدكتوراه بتبتدئ، بحوث الترقية بتبدأ أستاذ مساعد، ثم حتى الآن قدامك رسالة بتقراها. والزوجة زوجتي أنا من النوع اللي هو الحقيقة عمرها ما ظمأت أو تضررت أو قالت يلا نتفسح. هي الزوجة المصرية الأصيلة نموذج. نموذج فعلا للمرأة المصرية المخلصة. الحياة المهنية أنا أوجه لها التحية الحقيقة. كمان بقى دلوقتي أولادي الاثنين أطباء الحمد لله والشكر لله. وعندي حفيد اسمه جيان هو اللي بيأثر فيها بقى دلوقتي، هذا النص الصغير يعني الحمد لله. ثم الحقيقة بعد كده كان فيه مدرس حساب في المدرسة الابتدائية، كان دايما يخصني بيجيب معاه قلم، يجيب بتاع، ودايما المسابقة في الفصل مين اللي يحل المسألة دي الأول يقوم مديله قلم. الحاجات البسيطة دي أو اللي تبان إنها بسيطة مؤثرة جدا، رائعة تربويا. صحيح. رائعة، إحنا للأسف بنغفلها بس هي مهمة جدا. أما كبرت أثر فيها الحقيقة في الجامعة وأنا بدرس دكتور اسمه الدكتور جودة حسنين جودة، وده كان برنس الجغرافيا الطبيعية في مصر، وكان أستاذ في جامعة اسكندرية، وكان عميد آداب اسكندريه وآداب طنطا، وكان بيدرس لنا جغرافيا طبيعيه، ومن هنا حببني في الجغرافيا الطبيعيه طبعا. بعد كده جت الالماني بقى بعد كده على طول طبعا احتكيت بقى باساتذتي في الدراسات العليا وكده. كان له تاثير معايا برضه الدكتور السعيد البدوي استاذي طبعا في مصر، الاستاذ الدكتور السعيد البدوي اللي هو العميد الاسبق للكليه، كان أستاذي في مرحلة الماجستير هو، وكان المرحوم الأستاذ الدكتور محمد السيد غلاب رحمة الله عليه يعني، وربنا يجازيه عني خير، كان مشرف الماجستير. الدكتور غلاب كان عالم من أعلام الجغرافيا في مصر، وكان مقرر لجنة الجغرافيا في المجلس الأعلى للثقافة، وقال لي في يوم هشوفك مقرر لجنة الجغرافيا، وحصل يعني. هو الله يرحمه ويحسن إليه. رحلة علمية جميلة يا دكتور. بعد اللي أثر فيها بقى يعني أكاديميا، وإزاي عامل الطلبة، وازاي يكون متواضع لدرجة كبيرة، وازاي يكون الطالب ده ابني والطالب ده اخويا. والدكتور منفرد دمرس ربنا يديله الصحة والعافية، والراجل ده كان قديس الحقيقة يعني، مش اللي هو الأستاذ الألماني. يعني أنا كنت دايما عامل زي الملاك الحقيقة، وكان يعني راجل ملهم، وراجل صحيح. كان دايما يسأل عن الفرد اجتماعيا قبل علميا. الرحلة ممتعة، ولولا الوقت وقصر الوقت احنا كنا استمرنا مع حضرتك في لقاءات تانية، لكن ان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى. رحلة طيبة، وانا كنت سعيد جدا ان انا اسمع المؤثرين على الحياة الشخصية والمؤثرين والملهمين للدكتور عطية في حياته المهنية، اللي كونت هذه الشخصية التي تتميز بالصبر والطيبة والعطاء، وايضا الحزم عندما يحتاج الامر الحزم. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الاستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، استاذ الجغرافيا ومقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الاعلى للثقافة. سعداء بوجودك يا دكتور. اشكر حضرتك، شكرا يا دكتور خالد، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، مع شخصية أخرى ملهمة وشخصية أخرى ناجحة من خلال ولاد البلد، لكم مني أرق التحيات وأطيب الأمنيات.